قل لماذا حرم الله سبحانه وتعالى لحم الخنزير؟ أولا لا يجوز أن يقال لماذا حرم الله، لماذا أمر الله، لماذا نهى الله، لماذا قال الله. الله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن الأدب مع الله تبارك وتعالى أن لا نأتي بهذه الصيغة لماذا حرم الله لنا، وإنما يؤتى بصيغة أخرى وهذا مراد السائل يقينا من الحكمة، من الحكمة من تحريم الله لحم الخنزير، وهكذا من الحكمة، وهكذا يكون السؤال يعني صيغته صحيحة. أما أن نقول لماذا فعل الله، لماذا أمر الله، لماذا هذا فيه نفس اعتراض على الله، والله جل وعلا يقول لا يسأل عما يفعل. أما الحكمة من تحريم الله تبارك وتعالى لحم الخنزير، أحيانا تكون الحكم تعبدية محضة، فقط الله يريد تسمع الكلام ولا ما تسمع الكلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، طيع ولا ما تطيع؟ هذه القبلة. طيب شو الفرق؟ صليت مني ولا صليت مني ولا صليت؟ شو الفرق؟ فرق الطاعة. الحكمة تطيع أو ما تطيع، تمشي اللي بهواك أو تقول أنا عبد لله تبارك وتعالى أسمع وأطيع. أحيانا لا تكون هناك حكمة ظاهرة، والله جل وعلا على كل حال لا يعبث سبحانه وتعالى ولا يفعل شيئا عبثا جل في علاه، وكل أفعاله وأقواله حكيم فيها سبحانه، وذلك تسمى بالحكيم سبحانه وتعالى، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، وحكيم في أحكامه جل وعلا. ولذلك الحكمة قد لا تكون ظاهرة لكن في حكمة، وقد تكون ظاهرة، وقد ينص الله على الحكمة كما قال الله تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ذكر الحكمة، نص عليها سبحانه وتعالى حتى ما يفرح الإنسان زيادة ولا يحزن زيادة. وأحيانا يعني ينبه على الحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، تبين الحكمة. وأحيانا يستنبط العلماء الحكمة، وقد يكون هذا الاستنباط صحيحا وقد لا يكون صحيحا. مثل الآن المغرب والعشاء والفجر جهرية والظهر والعصر سرية، قال لأنها تكون في الليل ويكون هناك سكون، فعندما يقرأ الإنسان يشعر بالراحة والطمأنينة، استنباط. وهذا الاستنباط قد يصدق وقد لا يصدق. طبعا الآن البعض صار يتكلم يقول أن الخنزير فيه الدودة الشريطية ولا يهضم الطعام هضما طبيعيا كسائر أو كثير من الحيوانات وغير ذلك من الأمور. قد يكون هذه من الفوائد التي استفادها الناس من الأبحاث العلمية الحديثة وكذا، لكن قد تكون أيضا هناك حكم أخرى لا نطلع عليها ولم نطلع عليها. فالإنسان الأصل أنه يسلم عرف الحكمة أو لا، يعني لا يجعل استجابته مرتبطة بمعرفة عرفت الحكمة استجيب، إذا أنت استجبت لعقلك ولم تستجب لله سبحانه وتعالى. فالأصل بالمسلم أن يستجيب لما يأمر به الله سبحانه وتعالى.